وزي ما عودناكم سهرات رمضانيه وكل يوم كواليس وكل ما هو جديد في دوري ابطال مصر. والنهارده بقى ومعانا نجوم مختلفين عن العاده وهم اولياء امور فريق شباب مصر. اهلا وسهلا بيك. نتعرف بحضرتك. محمد حسن والد حسن. نتعرف بحضرتك. كريم احمد والد احمد كريم. شايف النهارده يمكن انتوا الكواليس الرمضانيه والسهرات الجميله دي، بيبقى احساسك ايه في الاجواء دي لدوري ابطال مصر؟ شايف ان الاولاد احتكاك كويس؟ طبعا المستقبل ليهم، بياخدوا خبره من دلوقتي، لسه براعم صغيره وبيجوا يكبروا بيشوفوا الكباتن الكبار، وطبعا تدريباتكم وطبعا كباتن ومدربين. نظام الدوره الرمضانيه جميله، لا صراحه امين بمجهود جامد. شايف ابنك يمكن من اللعيبه المميزين وبيبقى على طول في توجهات من الكابتن ليه كقائد في الملعب. شايف انت بيبقى احساسك ازاي كولي امر ابنك في الملعب؟ تبقى عايز تقول له ايه؟ ببقى عايز اوجهه اللي هو يعمل كل حاجه صح في الملعب، بس هو يعني لسه براعم صغيره فبيتعلموا، والكباتن برضه ان شاء الله يعني معاهم اهو، وربنا يكرم ان شاء الله. لو شايف ابنك مثلا الاعلى يبقى زي مين؟ طبعا صلاح. مثلا الاعلى لابن حضرتك. لو حابب النهارده بقى توجه رساله شكر للجهاز الفني للاعبين لاولياء الامور اللي بيجوا يساندوا خلال المباراه، تقول لهم ايه؟ اقول لهم كل سنه وانتم طيبين، شهر مبارك رمضان، وبشكرهم اللي هم بيجوا متابعين اولادهم وعاوزين عيالهم يبقوا براعم، يعني شباب كوره محترم. لو حابب النهارده توجه رساله شكر للجهاز الفني للاعبين لاولياء الامور اللي بيجوا يساندوا خلال كل مباراه، تقول لهم ايه؟ اقول لهم كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم ان شاء الله. والجهاز الفني طبعا بنشكره على يعني المجهود اللي هو بيعمله معانا وفي التدريب وفي المطوشه، وربنا يكرمهم ان شاء الله. نتمنى لكم التوفيق اولياء امور فريق شباب مصر، وانتظرونا وكل يوم كواليس وسهرات رمضانيه مختلفه في دوري ابطال مصر.